هنحل النهاردة الأسئلة اللي على كورس السي على موقع جمال تك، بس هندخل على الأسئلة بروفيشنال شوية. ندخل على موقع جمال، ندخل على الكورسات كورسز. احنا لسه في السي بروجرامينج في أسئلة lesson 2. النهاردة هنحل أول سؤال في ال advanced exercise. هنا في مشكلة، كل الأسئلة انجلش. المشكلة مش في إن الأسئلة انجلش، المشكلة في إن وأنت بتحل السؤال ما تترجمش الأسئلة، ما تترجمش السؤال كله، انت ما تترجمش السؤال اصلا. حاول على قد ما تقدر ان انت ما تترجمش السؤال، لان ترجمة السؤال هو اصلا في اللغة العربية هو مش هيديك نفس المعنى. انت حاول تقرا السؤال وتستنتج منه المطلوب على حسب فهمك. انا مش بروفيشنال في انجليزي، يعني عادي، انا مستواي في الانجليزي مش متطور ولا متقدم، مستواي عادي A1. A1 ده ادنى مستويات الانجليش حاليا، بطور من نفسي يعني. بس انا دلوقتي عندي مشكله ان انا الانجليزي هنا انا مش هعرف ايه المطلوب بالظبط، ولكن ان انا اقدر اقرا اول السؤال او اقرا السؤال كله واعرف المضمون بتاع السؤال ايه، هعرف اجاوب. او على الاقل في كلمه مثلا وقفت عندي فاقوم محدد الكلمه كده واقوم مترجمها. كده انا قدرت افهم السؤال، بس ان انا اترجم السؤال كله دي مش احسن حاجه. وكمان مش هتطلع الإجابة باللغة العربية، النتيجة بتاعة الكود هتكون أصلا في مسميات مختلفة جدا عن المطلوب في السؤال. فتعالوا مع بعض واحدة واحدة نقرا السؤال ونعرف ايه المطلوب منه ونبدأ نحله، وهكذا كل الأسئلة اللي جاية هنعمل نفس الطريقة، إن احنا نقرا السؤال واحدة واحدة، واللي يقف قدامنا في السؤال ممكن نترجمه، ولكن ما نترجمش السؤال كله على بعض. نختار أول سؤال، ممكن ننسخ السؤال ونروح عند موقع ريبل، نكتب ريبل. انا هنا دوست طبعا على الريبل اللي انا كنت عاملها في الاول اللي هي الكيو. انت ممكن تعمل كرييت ريبل هنا او هنا، تختار اللغة اللي هتحل بيها السؤال، تكتب اسم الريبل هنا. بس انا مش هعمل كده، انا عامل واحدة اصلا. امسح السؤال القديم واكتب السؤال الجديد. السؤال عندنا هنا بقى بيقول ايه، نكبر الشاشة شوية، كنترول حرف الزد، لا كنترول وزرار بلس، سوري. اسحب دي شوية يمين. نقرا السؤال. هنا بيقول a program that assign a number in a variable and print it, then assign another number in the same variable and print it. هو المطلوب هنا في طباعة، هنا print في طباعة وفي variables، في متغيرات وفي أرقام. فاحنا هنستنتج من السؤال ايه مثلا. هو دلوقتي عايز يعمل برنامج، البرنامج ده فيه رقم ومتغير، واطبعه، اطبع رقم اللي في المتغير
وبعد كده اطبع رقم تاني في variable تاني. يعني المفروض كده المطلوب في السؤال عايزين متغيرين، كل متغير فيه رقم ويتطبق. نيجي نترجم جزء جزء من السؤال. نترجم الجزء الأول. تمام، فعلا برنامج يقوم بتعيين رقم في متغير وطباعته. الجزء الثاني، بعدين يقوم بتعيين رقم آخر في نفس المتغير وطباعته. تمام، احنا كده عايزين نعمل نحجز متغير نحط جواه رقم، والرقم ده نطبعه، وبعدين نغير القيمة اللي جوه المتغير ده ونطبعه في سطر تاني. تعال نحل السؤال مع بعض. هنحجز الأول متغير انت، هنسميه sum. السم ده بيساوي 15. نطبع المتغير ده printf %d sum. بعدين هنا I program that assign a number in variables and print it. هنا احجز متغير وحط جواه رقم، والمتغير ده اتطبق. احنا فعلا عملنا الجزء الاول من السؤال، عملنا متغير، والمتغير ده طبعناه باستخدام امر printf. الجزء التاني بيقول then assign another number in the name the same a variable and print is. عايزين القيمة اللي جوه الصم نغيرها ونطبعها في سطر تاني. فاحنا نيجي تحت كده ونكتب الصم equal 10. كده احنا غيرنا القيمة اللي جوه الصم وعايزين نطبع القيمة الجديدة. نكتب printf %d sum. ننزل دي سطر. كده هو احنا عملنا المطلوب، ان احنا حجزنا متغير حطينا جواه قيمة وطبعنا القيمة دي، وبعدين غيرنا القيمة اللي جوه المتغير، بدل ما هي 15 بقت 10، وطبعنا القيمة التانية. ممكن نكتب هنا n عشان نطبع في كل سطر وحديه ونجرب. المفروض يطبع هنا، هيطبع 15 وبعدين هيطبع 10. انا هنا استخدمت امر printf وحطيت جواه sum. السم الاولى هيطبع 15، لكن السم التانية قبليها في كود. الكود ده هو هيتنفذ قبل ما ده يتنفذ، فهنا خلينا السم ب10. فبالتالي لما نيجي نطبعها المرة دي هتطبع 10 مش 15. تعالوا نجرب. فعلا طبع 10 وطبع 15. ده كان الحل بتاعي، ولو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.